السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بخير. والناس اللي بتشوف قناتي لأول مرة اشتركوا يا جماعة. بقدم في قناتي كل ما هو مفيد بأبسط الطرق. كل عام وانتم بخير. رمضان على الأبواب، ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. الأولاد علقوا زينة رمضان أهو. كل عام وانتم بخير. متهيألي كلنا علقنا زينة رمضان. يا رب ربنا يتقبل منا هذا الشهر الكريم، يتقبل الصيام والقيام، ويا رب يجعلنا رحماء على بعض، ويا رب يغسل قلوبنا بهذا الشهر الكريم. انا كنت لسه منزله فيديو قصير عن فوائد الصبار الكتيره قوي. ادي الصبار اهو. طبعا انا قطعته، وكنت بحاول اصور الفيديو فكده قطعت منه جزء، ولكن برجع بعيد تسجيل الفيديو من تاني عشان الشمس بس. انا قلت هات الصبار اهو، ونجيب سكينه. ادي السكينه اهي. وهنجيب وعاء طويل، استانلس او بلاستيك او ازاز. خليكم معايا اهو يا جماعه. الوعاء الاستانلس اهو باين اهو. انا مقطعه الفروع وحطاها في الوعاء الاستانلس بالطول. بعد ما بقطع الفرع بحطه بالطول كده، بخلي الجزء العريض تحت والجزء الرفيع فوق. هقطع معاكم فرع تاني، خليكم معايا اهو كده اهو بالراحه عشان ما تقطعيش باقي الزرع. سيب الصغير عايش اهو. الفرع اهو قطعته، بحطه معاكم اهو. بحطه معاكم اهو في الوعاء الاستانلس بالطول كده. خليكم معايا اهو يا جماعه. رجعت لكم تاني. الصبار بسم الله ما شاء الله، انا بقالي فتره كبيره قوي ما شلتش منه حاجه، فاهو طلعت الكميه الكبيره دي قوي. بصوا الافرع، بنحطها بالطول كده، ونخلي الجزء الرفيع فوق والجزء العريض تحت. بصوا شايفين الماده الصفراء اللي نازله دي؟ دي ماده سامه او ماده مؤذيه، ما مش كويسه يعني، لا للبشره ولا الشعر ولا للمعده اذا كنا نستخدم الصبار للمعده. بحطه بالطول كده وبسيبه نص ساعه عشان ينزل هذه الماده اللي غير مرغوب فيها. طبعا انا استفدت المعلومه دي من قنوات تانية كتير، بشكرهم. خليكم معايا. هغسل الصبار وارجع لكم تاني. خليكم معايا. رجعت لكم تاني يا جماعه. ادي الحوض وادي الشفشق اللي انا خدت فيه الصبار اهو. بحطه كده بالراحه وبمسك الفرع كده اهو. الفرع اهو يا جماعه، وبنزله تحت الحنفيه كده كده. ادي ليفه اهي. بالراحه بشيل التراب لانه طبعا بقاله فتره كده اهو. ده خلال النص ساعة برضو يعني. انا كده هسيبه برضو يعني، بس بغسله بكسب وقت. اغسله وارجع احطه تاني عشان ينزل المادة اللي هي الصفرة اللي هي غير مرغوب فيها اهو. بنحطه كده اهو عشان نكمل النص ساعة. خليكم معايا. رجعت لكم يا جماعة تاني اهو بعد ما غسلته. طبعا هو لسه ما عداش النص ساعة يعني عشان ينزل المادة السامة اللي هي فيه. زي ما انتم شايفين اهو، غسلته بقى زي الفل اهو. قولوا لي بقى في التعليقات باين ولا مش باين. بصوا طبعا هو لسه بينزل لسه ما كملش نص ساعة. هكمل نص ساعة وارجع لكم واقول لكم هنعمل ايه فيه. خليكم معايا. رجعت لكم تاني يا جماعة، وعدى النص ساعة ويمكن زيادة شوية، 10 دقايق، عشان المادة اللي هي الصفرة دي تكون خرجت من فرع الصبار اهو اهو. بنعمل ايه بقى؟ خليكم معايا. طبعا الاول بنجيب ادي الصبار او فروع الصبار في يعني دورق مطاول او حله ستانلس طويله. وادي الجزء اللي باقي فيه شفشق طويل اهو. وجبنا ادي طبق، وادي يعني زي برطمان ازاز او دورق ازاز او اللي هو سلطانيه ازاز، ليها غطا محكم. ليها غطا محكم. هقول لكم بقى هنعمل ايه. اول حاجه، معلش عشان بصور لوحدي. ادي فرع الصبار اهو. هنجيبه كده ونقطع الجزء ده كده
الجزء اللي تحت ده اللي هو يعني اللي هو لسه فيه الجزء بتاع المادة اللي هي مش كويسة او السم. وبعد كده هنجيب الصبار، فرع الصبار اهو، وهنقطع الشوك من الجنب كده بالراحة كده اهو. اهو يا جماعة الشوك هنحطه، ده مخلف هنحطه هنا. نكمل تاني، ادي الجزء التاني، ننزل كده اهو. معلش عشان انا بصور لوحدي اهو. نشيل كل المخلفات دي ونحطها. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنفتح دي اول حاجة هنعملها يعني، لان هنعمل كذا حاجة. دي اول حاجة هنفتح كده اهو القشرة دي، نحاول نخليها قشرة يعني عشان يبقى في جزء في الجل بتاع الصبار وجزء يعتبر قشرة. احنا هنخرج من الاتنين بس قصدي عشان ما تضيعوهوش في الاتنين. دي كده يعتبر القشرة، ودي كده تعتبر الجزء اللي فيها الجل. هنعمل ايه بقى يا جماعة؟ الاول بس بعد ما بتغسلوا اللي هي البرطمان او اللي هي اسمها السلطانيه الازاز دي، بتنشفوها بمناديل. عشان كده احنا يعني يعتبر عقمناها، بتنشفوها بمناديل مش بفوطه او حاجه. ادي المناديل اهي، بتنشفوها بمناديل. اي حاجه هتعملوا فيها تلمسوها للصبار لازم تكون اولا نظيفه، وبعد كده ايه منشفينها بحاجه ما يكونش مثلا فوطه منشفين فيها ايدينا قبل كده او بتاع، يعني عشان خاطر يكون ايه ضمننا ان العمليه متطهره او الاواني متطهره. بعد كده زي ما قلت لكم قطعنا الصبار، وزي ما شفنا كده ادي اهو الفرع اهو. هنمسك بقى المعلقه، وبصوا يا جماعه هنيجي كده اهو، شايفين معلقه؟ شايفين اهو؟ ده كده حطه هنا كده، ونكمل ونيجي الناحية التانية برضو نقلبها. يا ده لؤلؤ يا جماعة، ده لؤلؤ كنز، سبحانك يا رب. احنا بس عندنا ايه او كلنا يعني، وانا كنت من ضمنكم يعني، اللي هو فوبيا الحاجة المغلفة، فوبيا الترند، البراندات الكبيرة، برغم ان انت ممكن تعملي حاجة بأبسط الطرق عندك في البيت اهو. كده خرجنا القشره زي ما انتم شايفين كده، ما فيهاش اي حاجه. هنيجي للجزء اللي اعتبرناه قشره من فوق، طبعا احنا خلينا الجزء السميك تحت، والجزء ده اللي هو يعتبر قشره برضو هنخرج منه اهو. شايفين؟ يعني على قد ما نقدر. ماشي، ما عرفناش خلاص هنركنه كده. هنكمل برضو معاكم اهو. ادي فرع تاني، بنقطع الجزء اللي هو اللي تحت كده اهو، عشان نتأكد ان المادة اللي هي السامة خلاص مش موجودة، ما نرميه. ده في طبق المخلفات اهو. اهو طبق المخلفات اهو. وبعد كده بنمسك برضو الفرع، بنعمل كده اهو، نحط كده في طبق المخلفات او الطبق اللي بنرمي فيه البواقي اهو. نحاول نخلي ايدينا خفيفة، وناخد بالنا عشان ده شوك اهو. ده الشوك الجانبي اهو يا جماعة. وبعد كده نحاول نخرج القشرة من فوق تكون خفيفة. خلي ايديكوا خفيفة يعني عشان خاطر تكون دي تعتبر قشرة. الجزء اللي فوق ده هتعتبروه قشرة عشان ما يبقاش فيه فقد كتير. كده 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 للآخر اهو. ده القشرة، جربنا ما لقيناش فيها حاجة، خلاص نحطها في طبق اللي هو المخلفات او الطبق اللي بنرمي فيه الحاجة اللي احنا مش عايزينها اهو. اهو بعد كده بنمسك المعلقة يا جماعة من فوق اهو، جزء اهو من اول الفرع. اتقطعت معلش. شايفين؟ بصوا ده الكنز، ده الكنز يا جماعة. طبعا هتخرجوا فيه اي حتة خضرة مش مشكلة، هتخرجوها بس عشان التصوير بس اهو.
ده لحد ما نملاه، لان انا زي ما انتوا شفتوني كده انا مقطعه كميه كبيره. لكن ايه، اللي عنده حاجه بسيطه ومقطع كميه بسيطه ممكن يعمل اي حاجه من الحاجتين، مش لازم يعمل الحاجتين يعني. دي كده خلاص كده. نحط القشر هنا اهو، ده القشر وده السلطانيه الازاز اللي هو بعد ما غسلناها نشفناها بالمناديل عشان تبقى معقمه. طبعا انا هكمل الهمله دي او هقسم الكميه اللي عندي. هي الكميه اهي، شايفين؟ وكميه اهي اهي. طبعا انا هقسم الكميه اللي عندي، كميه هخليها جل فريش كده، والكميه التانية اقول لكم هنعمل ايه. انا مش هكمل كله معاكم دلوقتي، بس عشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. بعد كده هنجيب فرع تاني اهو، نشيل بالراحه بالراحه يعني، خليكي على مهلك وانتي عشان الشوك ما يعوركيش اهو. من الجناب كده نرمي الشوك، نرمي الشوك يا جماعة. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنمسك الفرع ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نقطعه كده اهو. انا اسهل لما عليا ان انا ارفعه كده واقطع كده اهو. عايزه اكمل لكم الفرع ده، وبعد كده ايه انتوا بقى بتكملوا مع بعض مع نفسكم يعني، عشان خاطر ايه الفيديو ما تقولوش ايه، ما تقولوش الفيديو طويل اهو للاخر. طبعا بعد ما شلت الجزء اللي هو الشوك اهو، معلش انا هلم كل ده اهو اهو اهو. ده يا جماعه اهو اللي قطعناه. طبعا انا هقسم الكميه، كميه هقطعها كده وكميه هفتح الفرع واطلع منه الجل. خليكم معايا. رجعت لكم تاني يا جماعه ومكملين مع بعض. ده فيتامين اي او فيتامين ه. الكبسوله الواحده 1000 مللي جرام. الكبسوله دي كده الواحده 1000 مللي جرام. بعد ما بتملوا الجزء ده جل، او انا افضل ان انتوا بعد ما تملوه هتحطوه في التلاجة، وكل اسبوع عشان الكميه هتبقى كبيره. انا بالنسبه لي الكميه هتبقى كبيره فهنستفيد منها عشان تبقى فريش. تاخدي معلقتين او 3 معالق وتحطي عليها حسب بقى انت هتعملي شعرك او شعر بناتك. لو انت شعرك بس 3 معالق وتحطي عليها الكبسوله دي ماشي. تفتحي الكبسوله وتحطي مثلا دول كميه دول ممكن انا اعمل بيهم شعري. هفتح عليهم كبسوله واقوم عاملاهم بالخلاط او الهاند بلندر على مهلك وانت بتعمليهم، عشان ما فيش حاجه تتنطور منك كده او كده. يعني تفتحي كبسوله وتحطي، وبعد كده بتكوني شعرك بتبليه بميه دافيه، خاصه الناس اللي بتصبغ كتير قوي لان الشعر بيتضرر، او الناس اللي هي بتعمل رجيم او تعمل دايت فشعرها بيتساقط، او الناس اللي بتحب تلون تغير لون شعرها كل فتره. طبعا البنات الصغيرين اللي هم بيحبوا يغيروا لون شعرهم كل فتره، الوصفه دي مفيده جدا لانها هتقوي الشعريه وتخليها تستحمل ان انت كل شويه بتغيري لونها. يعني الجزء ده كده تفتحي عليه كبسوله وتضربيه بالهاند بلندر. طبعا الهاند بلندر هيبقى تحت كده وتحاولي ما ترفعيش عشان ما ينطرش. وبعد كده تقومي شاطفه راسك بشعرك بشويه ميه دافيه وتنشفيه بالفوطه يعني تلفيه بالفوطه. وبعد كده تقومي لف يعني حاطه الخليط ده عليه، دعك بيه بقى الشعر كله من بلاش الجذور. والجذور عادة يعني عشان ما تأثريش فروة الراس، ما تتأثرش وتسد المسام. هي الشعرية نفسها بتمتص بعيد عن فروة الراس كده حوالي 2 سنتي، وتقومي ماسكة شعرك من أول الفروة فوق لحد تحت وانت عمالة بتحطي عليه الخليط ده. بتلفيها بفوطة بمية دافية، أو بتلفيه ببنسة وتحطي عليه بونيه بلاستيك وتسيبيه نص ساعة، وبعد كده تقومي غاسلة شعرك عادي. ده بيقوي الشعرايه. يبقى دي اول طريقه ان احنا بنستفيد بالصبار. تاني طريقه بقى اللي احنا قطعناها مع بعض كده اهو،
هنجيب ايه؟ انا عن نفسي يعني اللي عندي ده عشان عندي كميه كبيره. ده مربع او علبه بلاستيك كبيره، وطبعا غطاها محكم. الغطا بتاعها محكم اهو. اللي عنده برطمان كبير يبقى احسن، لكن انا ما عنديش برطمان كبير والكميه كبيره. بنحط الغطا ده كده، طبعا انا هغسله كويس جدا انا يعني. وبعد كده هو بيتقفل كده اهو. بنعمل ايه بقى في العلبه الكبيره دي؟ اول حاجه بغسلها كويس جدا، وبعد ما بغسلها بعقمها بنشف بالمناديل. يعني غسلتها بالميه والصابون كويس جدا ونضفتها، بنشف بقى بالميه عفوا بالمناديل. وبعدين بقوم دي مرحله نسيبها على جنب. دول هحطهم في الشمس، هقطع الكميه اللي انا هحطها واحطها في الشمس يوم كامل يعني. هشيله بالليل طبعا عشان بالليل هيحصل ندى او كده. انا عايزه الشمس يعني اقوم بدري من الساعه 7 الصبح بعد شروق الشمس، واقوم او 7 ونص بعد شروق الشمس، وحطاه ومفرضاه كده وحطاه في الشمس. لو عندك شبكه ضيقه يبقى احسن، ولكن ده كده فرديه في الشمس وتنشفي كده ما بينه كده. لو عندك شبكه مش هتحتاجي تنشفي كده، ماشي اهو. تحطيه في الشمس لمده 24 ساعه، وبعد كده تقومي حطاه هنا في العلبه البلاستيك دي، وتجيبي اللي هي المركب الاساسي بقى في الموضوع بتاعنا ده، او العنصر الاساسي اللي هو زيت عباد الشمس. زيت عباد الشمس على قد الكميه اللي انت هتحطيها حطي زيت عباد الشمس. ليه زيت عباد الشمس؟ لانه اللي هو بسيط او سهل بيخترق الصبار، وبيطلع منه المادة الفعالة والفيتامينات والأحماض الأمينية والعناصر المعدنية. بيتم استخلاصها بسهولة عن طريق زيت عباد الشمس. في ناس بتعمله بزيت الزيتون، بس أنا حاسة إن زيت الزيتون يعني مش حاسة، هو علميا زيت الزيتون تقيل فاستخلاص بيه بيكون مش صح، لكن الاستخلاص عن طريق زيت عباد الشمس، وقنوات كتير قالت كده زيت عباد الشمس بيكون أحسن. يبقى ان شاء الله بعد ما بتسيبي الصبار لمدة 24 ساعة في الشمس، بتدلقيه في العلبة البلاستيك دي او البطرمان الازاز اللي عندك اللي ليه غطا محكم، وبعدين تقومي حاطة عليه قده كمية زيت عباد الشمس. كده بيكون عملنا زيت الصبار الطبيعي، وعملنا جل الصبار الطبيعي. الجل ده يا جماعة ممكن يقعد معاكم من اسبوعين ل3 اسابيع في التلاجة على الرف اللي فوق، ولكن ده هيحفزك ان انت كل اسبوع هتعملي لشعرك الماسك ده. كل اسبوع هتحطي لشعرك الماسك ده مع فيتامين اي. خاصة حبايبي البنات، كل عام وانتم بخير. رمضان على الابواب، وبعد كده بيدخل العيد وبنعمل حاجات كتير في شعرنا. فال3 معالق من جل الصبار عليهم كبسولة واحدة، وبنعملهم بالهاند بلندر، وبنعمله ماسك على شعرنا عشان يتحمل الصبغات ويتحمل الاستشوار ويتحمل المكوى. والناس اللي داخلة في دايت او نظام غذائي عشان تخس، ده طبيعي ان الشعر بيقع، فغذيه بجل الصبار. يبقى ادي طريقتين، طريقة جل الصبار وطريقة زيت الصبار. بعد ما بنحطه نحط الكمية في الوعاء اللي عندنا سواء بطرمان أو العلبة اللي عندي أنا، وبنحط زيت عباد الشمس عليه، بنقفل عليه. وطبعا العلبة غامقة اهي، بنقفل عليه وبرضه نسيبه في مكان يعني ضلمة لمدة 40 يوم. ولكن أنا كل يوم هجيب العلبة افتحها واقوم بمعلقة كده واقوم مقلبة كده، او امسك العلبة كده يا جماعة عفوا، او امسك العلبه كده اعملها كده. هي طبعا هتكون متغطيه، اعملها كده وكده بالراحه عشان الزيت ما تدلقش منكم. كده بيكون عندكم زيت الصبار الطبيعي. عشان تستخدميه على شعرك بتجيبي زيت اللافندر اللي عند العطار. عطر اللافندر ده الازازه الصغيره، مش عارفه دلوقتي وصلت 30 ولا وصلت كام. بتجيبيها وبتقول على قد الكميه اللي عندك، بتحطي حسب ما انت عايزه الريحه. هو بيعمل كمعقم زيت اللافندر او الخزامي، بيعمل خليكم معايا انا اوريكم الازازه اهي يا جماعه. الازازه اهي دي بجيبها من عند العطار، اسمه الحواج انا استخدمته حلو قوي. الماركه دي حلوه قوي يعني، شركه محترمه. بنجيب الازازه دي فيها زيت اللافندر. زيت اللافندر من الزيوت الاساسيه، وهو معقم اساسا قاتل للبكتيريا والفيروسات.
فانت بعد ما 40 يوم بعد ما الزيت بيستخلص كل فوائد الصبار بتصفيه، وبعدين بتقومي حاطه عليه العطر ده. انا بالنسبه لي بصفيه وبدخله في صناعه الصابون الطبيعي عشان يبقى تغذيه. لكن انتي هتصفيه وتستخدميه كزيت للشعر عندك او زيت للبشره. يعني بعد ما بتصفيه صفي الصبار بزيت عباد الشمس، زيت عباد الشمس وادي الصبار، بتحطيهم على بعض لمده 40 يوم وكل يوم بترجي. وبعد كده بتقومي مصفياه وتقومي حاطه عليه زيت اللافندر حسب الكميه اللي انتي عايزاها. يعني عادة لو كل لتر هنحط له ازازة، كل لتر زيت هنحط له ازازة، وبتقلبيه كويس وبيبقى، وبرضه هتحطيه على رف التلاجة. حابة تعملي منه ماسك كل اسبوع لشعرك، حابة تستخدميه على زيت بنتك على شعر بنتك الصغيرة استخدميه مفيش مشكلة، بس ولكن ما يكونش بكترة يعني، ما يكونش بكترة عشان ما يخليش الشعر يلبد، ما يخليش الشعر يعني يعمل كتل. حاجة بسيطة جدا عشان خاطر يقوي الشعر وهيديله ريحة حلوة بزيت اللافندر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويعني اكتبوا لي في التعليقات ايه الصعوبات اللي قابلتكم، واكتبوا لي في التعليقات لو عملتوه ونفع معاكم، خاصة جل الصبار لان بسرعة هيتعمل. اكتبوا لي في التعليقات، وكل عام وانتم بخير. ومستنية منكم اللايك والشير والتعليق الحلو. سلام عليكم.